الجنوبية واستقباله من قبل المحافظ أحمد المجيدي. الصبيحي وبحسب مصادر التقته في منزله قال إنه سلك طريق صنعاء مأرب وصولا إلى البيضاء فشبوة بتنسيق مع مشايخ من محافظة مأرب الشمالية. ستتضح الأبعاد فيما بعد، قد يكون الخروج عادي وقد يكون لها أبعاد. الأمور مبنية على مواقفه وما سيصدر منه هو شخصيا، وهو إما أن يظل شخصية وطنية بحجم اليمن وهذا شأنه. قيادي آخر في أنصار الله اتهم دول الخليج وخصوصا السعودية بالوقوف خلف خروج الصبيحي المفاجئ، ولا سيما بعد توجيهه جميع أفراد حراسته ومرافقيه بمغادرة منزله بصنعاء، خروج قد يخلط أوراق المشهد السياسي والعسكري، وإن ربط البعض ذلك بما قد يقدم عليه الرجل من خطوات في الساعات والأيام المقبلة. إذا التقى بالرئيس هادي أو إذا تم تكليفه بمهام رسمية، هذا يدل على أن هناك تباشير لحرب قادمة سيكون الصبيحي واحدا من أقطابها الرئيسيين. تطور جاء بعد ساعات من اتفاق القوى السياسية على توقيت مفاوضاتها بأسبوعين للخروج باتفاق نهائي. هناك كثير من النقاط التي طرحت بين الأطراف السياسية فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة وفيما يتعلق بالهيئة الوطنية وفيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات وكذلك فيما يتعلق بالمجلس الوطني. هذه النقاط هي سيتم البت فيها خلال هذا الأسبوعين القادمين. وفي عدن استقبل الرئيس هادي السفير الروسي الذي قدم من صنعاء في وقت تتحدث فيه المعلومات عن مسعى روسي للعب دور الوسيط بين أنصار الله والرئيس هادي. تطورات مفاجئة تزيد من حدة الغموض الذي يكتنف المشهد العام في اليمن، ولهذا يبدو أن الجميع سيظل في حالة ترقب مستمرة لما قد تحمله الساعات المقبلة من مفاجآت جديدة. أحمد عبد الرحمن، صنعاء.